السلام عليكم. تعالوا معنا لنأخذكم في رحلة تاريخية إلى واحدة من أهم وأعقد اللحظات في حرب أكتوبر عام 1973، وهي ثغرة الدفرسوار. هذه الثغرة التي شكلت نقطة تحول هامة في سير الحرب، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من التسلل عبرها إلى غرب قناة السويس. سنتعرف في هذا الفيديو على تفاصيل كيف حدثت الثغرة، وما هي الظروف التي أدت إليها، وكيف تعاملت القيادة المصرية مع هذا الموقف الحرج. فلنبدأ باستعراض الأحداث والمواقف التي شكلت هذه اللحظة الفارقة في الصراع العربي الإسرائيلي. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت جديداً في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو لنستمر في تقديم المزيد. مع اندلاع الحرب واشتعالها، أرسلت القيادة العسكرية السورية في ذلك الوقت مندوباً إلى القيادة الموحدة للجبهتين التي كان يقودها المشير أحمد إسماعيل، طالباً زيادة الضغط على القوات الإسرائيلية في جبهة قناة السويس لتخفيف الضغط على جبهة الجولان. بناءً على ذلك، طلب الرئيس أنور السادات من أحمد إسماعيل تطوير الهجوم شرقاً لتخفيف الضغط عن سوريا، إلا أن الفريق سعد الدين الشاذلي عارض الفكرة بشدة، مشيراً إلى أن أي تقدم خارج نطاق 12 كيلومتراً التي تحتمي فيها القوات تحت مظلة الدفاع الجوي سيجعل القوات عرضة للهجمات الجوية الإسرائيلية التي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لأي قوات برية تتحرك دون غطاء جوي. ورغم ذلك أجبر الشاذلي على تنفيذ الهجوم. اتصل اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني بالقيادة العامة ليعلن استقالته ورفضه تنفيذ الأوامر. بعد دقائق اتصل اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني معبراً عن معارضته الشديدة للتعليمات المتعلقة بتطوير الهجوم. وبرغم اعتراضات الشاذلي تم تنفيذ العملية، وتقدمت القوات خارج نطاق 12 كيلومتراً، لكن الهجوم فشل كما توقع الشاذلي. تكبدت القوات المصرية خسائر فادحة، حيث دمرت إسرائيل 250 دبابة مصرية خلال ساعات قليلة من بدء الهجوم بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي. اعتبر الكثيرون أن قرار تطوير الهجوم كان من أسوأ القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة السياسية، حيث أضعف موقف الجيش المصري وكشف ظهره غرب القناة لأي عملية التفاف، وهو ما حدث بالفعل عندما تمكنت بعض القوات الإسرائيلية في ليلة 15 و16 من أكتوبر من عبور قناة السويس إلى ضفتها الغربية بين الجيشين الثاني والثالث في منطقة الدفرسوار. تمكنت إسرائيل من إنشاء جسر عائم لعبور الدبابات والمعدات المدرعة، وفي 16 من أكتوبر عبر لواءان إسرائيليان، أحدهما مدرع والآخر مظلي بقيادة الجنرال أرييل شارون. حاولت هذه القوات احتلال مدينة الإسماعيلية، لكنها واجهت مقاومة شرسة من قوات المظلات المصرية وقوات الصاعقة، مما منعها من السيطرة على المدينة وتكبيدها خسائر كبيرة. ومع ذلك تمكن شارون من السيطرة على المنطقة بين الإسماعيلية والسويس. اقترح الفريق الشاذلي المناورة بالقوات، وسحب الفرقتين المدرعتين 21 والرابعة من شرق القناة لاستخدامهما في توجيه ضربة للقوات الإسرائيلية غرب القناة. لكن الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل رفضان هذا الاقتراح خوفاً من تأثير عملية الانسحاب على معنويات الجنود المصريين منذ نكسة عام 1967. بناء على ذلك قررت القيادة التعامل مع الثغرة عن طريق مواجهة القوات الإسرائيلية المتسللة ومحاصرتها بين القوات المصرية. وفي النهاية أدت الخلافات بين الشاذلي من جهة والرئيس السادات والمشير إسماعيل من جهة أخرى إلى إقصاء الشاذلي مؤقتاً من قيادة الجيش خلال الحرب، وتعيين محمد عبد الغني بدلاً منه لمعالجة الوضع.